بك سيد الأزمان يا مسرح الصلوات والقرآن، أقبلت فانتفضت صحاري وحشاتي، وشدا لغيثك خافقي ولساني. لم بعودك سيد الأزمان يا مسرح الصلوات والقرآن، أقبلت فانتفضت صحاري وحشاتي، وشدا لغيثك خافقي ولساني. لعودك سيد الأزمان يا مسرح الصلوات والقرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في ليلة 8 من رمضان وفي الجلسة الرمضانية السابعة. نرحب بكم ونرحب بالضيوف الكرام الذي يسرنا أن نتعرف عليهم. شيخنا الأول تفضل مشعل، أستاذ سلطان الدعيرج، حياكم الله. والدكتور ناصر بن عبد الرحمن الحمد، إمام وخطيب جامع الإمام ابن ماجه والداعية المعروف. وأيضا الأستاذ الشيخ إبراهيم الزهراني، المرشد في سجن الملز. والأستاذ محمد بن عبد المحسن الحمادي، معلم في وزارة التربية والتعليم. فمرحبا بالمشايخ الجميع وحياكم الله. لعلنا نبدأ مع اليمين من فضيلة الشيخ ناصر، الدكتور ناصر. الجميع يسمع عن جامع ابن ماجه ويسمع عن إمامه وخطيبه، لكن يا شيخ ودنا تعرفنا بنفسك أكثر. الله يحفظك. أخوكم ناصر بن عبد الرحمن بن ناصر الحمد. طبعا عرفت عندكم بما أني قريب منكم إمام وخطيب جامع ابن ماجه رحمه الله. أنا لا أدري وش اللي تبون بالضبط. أبدا المجال مفتوح. السيرة الذاتية طويلة، يعني مو ماسكها شيء. ما شاء الله تبارك. ما شاء الله لا تبارك. أنا أقصد يعني أنا أتكلم عن حياتي من بدايتها إلى نهايتها، لكن الدراسة. طيب جيد. البطاقة العائلية. البطاقة العائلية. طيب طبعا الحمد لله متزوج ولي 3 أبناء، بنت وابنين. ومن ناحية المسيرة العلمية ولله الحمد درست في المعهد الملز 6 سنوات، وبعدها أخذت الشريعة، ثم بعدها أخذت الماجستير في القانون الشريعة، ثم بعدها الدكتوراه في الدراسات الإسلامية بعنوان الإبانة فيما لأهل البيت عليهم السلام من المناقب والمكانة. هذا كما يقال الشكل الظاهري اللي عند الناس يعظم، أما في هناك مجالات ولله الحمد دراسة، ولله الحمد درست على كثير من مشايخنا وعلى معنا على رسم الإمام بن باز رحمه الله، ثم شيخنا العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين، ثم شيخنا العلامة صالح الفوزان، ثم شيخي الذي أعتز به لأني جلست معه 18 سنة، الشيخ العلامة الدكتور حسين بن عبد الله عبيدي، رئيس قسم الفقه كلية الشريعة. وكذلك يعني هناك جملة من المشايخ، منهم جدي الشيخ عبد الله صالح المحسن، مدرس في الجامعة الإسلامية سابقا، كلهم قرأت عليهم ودرست عندهم. هذا كما يقال على شكل سريع. بس في سؤال. اسلم. عبد الله صالح المحسن. أيوة. أي نبي. وأنت ناصر عبد الرحمن الحمد. المحسن جدي لأمي. طبعا عموما المحسن محسن وحمد سواء. حنا محسن وحمد، محسن وحمد إخوان ويرجعون إلى حمد. جدي لأمي الشيخ عبد الله صالح المحسن. طبعا هو كبير سنه، هو من زملاء الإمام الألباني رحمه الله والشيخ عبد الباز رحمه الله، له مواقف كبيرة. والآن أنا اللي ماسك كتبه، في كتب إن شاء الله في شرح الفقه وفي الحديث، طلع بعضها والباقي إن شاء الله في الطريق. ما شاء الله. الشيخ سلطان حياك الله. الله يحييك. البطاقة الشخصية ممكن تعلمنا إياها؟ البطاقة الشخصية الاسم سلطان بن محمد بن عبد الله الدعيلج. ولدت في الرياض ودرست فيها الابتدائية والمتوسط والثانوي، ثم درست كلية الشريعة في جامعة الإمام بالرياض وتخرجت منها. بعد ذلك التحقت بالتدريس في مدينة الدوادمي، وأذكر أول ما خرج اسمي في الدوادمي يعني أصابني الذهول، لأن كنت أطمح أن أكون في الرياض، فاستعنت بالله، وبعد نصيحة كذا يعني
أحد الإخوان أنك تروح للمدينة الدوادمي فيها كذا، يعني إن شاء الله تبي تستقر فيها وتأنس وتسعد المقرر كان أجلس فصل دراسي ثم أبحث لي عن نقل أو أي وظيفة لو في صوامع الغلال. كنت أفكر بها أي عايز استرجع، لكن الحمد لله يعني استوطنت الدوادمي وجلست بها 4 سنوات. ما شاء الله. أي نعم. 5 سنوات. ما شاء الله. لا فيك عبرة. لا 4 سنوات. ثم بعد ذلك انتقلت للرياض ودرست في ثانوية الماوردي ما شاء الله 2 ثم وكيل لها ثم مدير للثانوية. ثم بعد ذلك انتقلت إلى المدارس الرائدة في وزارة التربية والتعليم، نائب القائد التربوي في مدرسة الشيخ عبد الرحمن الدوسري. ثم بعد ذلك انتقلت للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، كنت هناك في إدارة الأنشطة مشرفا للنشاط الثقافي، ثم توليت إدارة الأنشطة فيها. ثم بعد ذلك انتقلت إلى التدريس الكلية التقنية، أحمل ماجستير وأحضر الدكتوراه الآن. نسأل الله التوفيق والسداد. الماجستير في ماذا؟ كانت في الإدارة التربوية. دكتوراه إن شاء الله. ودكتوراه في ماذا يا شيخ سلطان؟ والله في الشريعة والقانون إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. أستاذنا أستاذ محمد، أيضا نريد من محمد الحمادي؟ أخوكم محمد بن عبد المحسن الحمادي. ولدت في مدينة الزلفي، درست فيها الابتدائي والمتوسط والمعهد العلمي في محافظة الزلفي. ثم بعد ذلك انتقلت إلى أو درست كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود في القصيم، وتخرجت فيها عام 1423. وكان لي في ذلك الوقت مجال في حلقات تحفيظ القرآن، تدريس، ثم بعد ذلك في الإشراف على حلقات التحفيظ. كان لي مشاركات في المراكز الصيفية، وكان لي مشاركات في الرحلات الطلابية واللقاءات. بعد ذلك بعد التخرج انتقلت إلى الرياض للعمل، ودرست في مدارس الرواد الأهلية 4 سنوات. ثم بعد ذلك تعينت في عرعر زملتنا الشيخ. لا قصة عرعر عطنا إياه. ابتسامة الشيخ ناصر تدل على تاريخ، تدل على أشياء وأشياء كثير. الشيخ ما يبي ذكر عرعر، لكن يعني لو طلعناه. درست فيها سنة ثم انتقلت إلى يعني زملة الشيخ زملنا ما شاء الله. كانت مليئة. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى المنطقة الشرقية، محافظة الخفجي بالتحديد، مدة 2 ثم الخارج سنة، والآن نحط الرحال. ما شاء الله. ما شاء الله. خلاص النهاية. ما شاء الله تبارك الله. نعم. طيب شيخنا الشيخ إبراهيم، عليكم أيضا البطاقة الشخصية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخوكم إبراهيم بن سلفان الزهراني، مواليد مكة، تنقلت بين 3 مدن، بين مكة والباحة وأخيرا الرياض، وعملت في جدة. أقل من الشيخ. عملت في جدة 2 وباقي الخدمة. طبعا كل خدمتي العملية في السجون 2 في جدة، وما تبقى من 22 سنة في الرياض. ما شاء الله. متزوج لي 6 بنات وعبد العزيز ما شاء الله أصلحهم الله. الحمد لله أنني بشار. صحيح شيخ. نعم. ما شاء الله تبارك الله. لي مجال طبعا دعوي والله الحمد في غير السجون، يعني أنا من عشاق النوادي الصيفية في المدارس برا، ولله الحمد. أيضا كان أول مركز أو أول نادي صيفي في السجون كان من اقتراحي والله الحمد. ما شاء الله. والآن ولله الحمد يعني معتمدة في سجون المملكة النوادي الصيفية السنوية. والله الحمد. أنا أشهد له. الشيخ ناصر، بداية طلب العلم لكم يا شيخ. الله يجزيك خير. الله يحفظك. قبل أن أنا أثني على أبو عبد العزيز، لأني مريت السجون ورأيت حقيقي شيء يثلج الصدر، لأن السجين يعني يبقى أنه إنسان مذنب أخطأ ربما أنه يراجع نفسه، فالسجن صار حقيقي ساحة تربوية حتى له. طلعت عليهم وهم يلعبون الكورة، وحقيقة أنست العمل حقيقة الدوبة اللي جزاهم الخير يقومون فيه. طلب العلم
طبعا ولله الحمد فضل من الله عز وجل ونعمة ورحمة. كان انتقالنا من إلى حي الفيحاء بداية خير لي والله الحمد والشكر. الالتحاقي بالحلقات كان طريقا لي في طلب العلم والله الحمد لله. كنت حريصا وهذا من رحمة الله عز وجل لي وأن وفقني الله بوالدين صالحين. لكن منذ الصغر كنت أفكر في قضية طلب العلم، حتى كنت حقيقة يعني وعلى صغري كنت في يعني تقريبا بأولى متوسط أروح للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن جبرين في بيته، وكنت أجيب دفتر معي وأقعد أعلق مع الشيخ وأحاول أكتب معه، أبي يعني يعطينا الأشياء ويرشدني. هذا الشيخ على جلالة قدره ما شاء الله ما احتقرني أني صغير، يعني أنا صغير سن يعني، والمجلس مليء بالكبار، فكنت أجلس بجنبه ويملي عليه بعض الأشياء وأقعد أكتب معه كثير من الأشياء اللي استفدت منها مستقبلا. كنت أسافر طبعا إلى القصيم كثيرا لحضور العلماء بالقصيم ما شاء الله. وأيضا يعني الشيخ حسين عبيدي أرجع مرة أخرى، الدكتور حسين عبيدي له أيضا حقيقة فضل كبير سابق عليه حقيقة في جامعة الإمام. من أي نعم، هو رئيس قسم الفقه في كلية الشريعة. ما شاء الله. الرجل حقيقة إنسان ليس فقط عالم وإنما أيضا مربي يعني. فمنذ الصغر إلى الآن وأنا أدرس معه ما زلنا في كتاب واحد، وإن كان حقيقة طويل أن يكون في كتاب منار السبيل، لكن حقيقة استفدنا منه فوائد كثيرة يعني، حتى حصل في قراءة وحصل في كثير من المسائل. طبعا كنت وهذا مما أعتز به، كان هناك درس للإمام ابن باز رحمه الله، نسأل الله أن يجمع بنا في جنة الفردوس، أحضر له في الأربعاء. طبعا ما زلت في الجامعة أدرس في بداية دراستي في الجامعة، فكنت أروح الفجر الأربعاء والله لا لي شيء، لأني أصلا أصغر من أن أطلب العلم عند الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، لكني أذهب وآتي بدفتر وأطلع الشيخ، خاصة أمامه كبار الشيخ يعني مشايخ كبار، أمام الشيخ بجانبه آخذ من أسلوب الشيخ وسمته، وكنت أسجل بعض الأشياء والفوائد. كذلك الشيخ العلامة صالح فوزان حضرت معه سنة ونصف في شرح لمسائل الجاهلية. الشيخ طبعا عبد الله المحسن، وهو الآن يعني يعتبر ناهز 100 سنة، وهو يعني يعتبر كان في زمن سابق لولا أنه أصيب بحادث ولا كان من مشايخه يعني الشيخ محمد عبد اللطيف آل الشيخ اللي هو جد المفتي، وزامل الإمام الألباني وكان معه قلبا وقالبا. الشيخ صالح فوزان كذلك كان فيه زمالة جدا معه وكان له لقاءات، فقرأت عليه طبعا كتاب كشف الشبهات، هذه كما يقال شيء يسير، ما زلت والله الحمد. وهذه نقطة مهمة، لأن بعض الناس يقول خلاص إذا وصلت عمر معين اترك العلم. يعني جاني أحد المشايخ الفضلاء قال لي إلى الآن تطلب أنت عند المشايخ؟ قلت له ليه يعني وش قال أنا أرى أن هذه المرحلة مناسبة أنك تترك الطلب على المشايخ وتقرأ الكتب وتستفيد منها. قلت لا والله هذا ليس برأيي، لكن إيه صحيح، لكن أنا أكثر ما أستفيد من المشايخ ليس العلم، إنما قضية السمت والأدب قضية إيش والتذلل. والله إني أحس في لذة حينما تتذلل للعالم حتى تأخذ من فائدة واحد. لا أريد أن أستأثر هذا. لا فيها أيضا، هل في تعارض بين الدعوة والعلم؟ جيد، هذه يطرح يعني. هذه نقطة حصل لي موقف بيني وبين 3 من طلبة العلم. طبعا كنت في مجال دعوي في تحفيظ القرآن وفي مجالات دعوية، ف3 من الإخوة طلبة العلم ذهبوا لأحد المشايخ المشهورين واستنصحوه، قالوا يا شيخ حنا عندنا الدعوة وعندنا العلم، نعم ايش رأيك يا شيخ؟ قال اتركوا الدعوة واطلبوا العلم. في تعارض أنا يعني. هم يرون إنه في تعارض، حقيقة أنا أخذت بخاطري، فرحت للشيخ إليه وسافرت إليه وحضرت له، قلت يا شيخ هذا جدولي، عندي يوم السبت، عندي يوم الأحد درسين، وعندي يوم الاثنين درس، وعندي يوم الثلاثاء درس، وعندي يوم الأربعاء درس، وعندي يوم الجمعة درس، وأنا الآن قائم بالأعمال الدعوية. قال والله أنا الشباب جوني وقالوا لك. قلت يا شيخ الإنسان اللي يريد الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يدعو الله عز وجل ويطلب عنده وقت لا يرد شيء. أي نعم، اللي يريد الشيء كما يقال يصل إليه. هذه كما يقال على قضية الإنسان يستطيع الجمع بين طلب العلم والدعوة إلى الله. مشاهدينا أرقامنا ظاهرة الآن وتسعدنا اتصالاتكم ستظهر الآن بإذن الله تعالى.
نعم شيخ مشعل. الله يبقيك أستاذ سلطان، تعرف الآن حالنا في رمضان حال إجازة. أثر رمضان على العبادة أو أثر الإجازة على العبادة، هل تؤثر؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد. سؤال الحقيقة جميل ونحتاجه والله لأنفسنا ولمن يستمع لنا. في السنوات الماضية كان يتشارك رمضان الدراسة ورمضان، فكانت الناس تشتكي من هذا الحال، يعني كيف أدرس وأستفيد من رمضان وكيف. فالآن يعني والله الحمد لله ما دام الإنسان مستمتعا بالإجازة يعني متفرغا لرمضان، ينبغي أن يستغله بكل ما أوتي من قوة. هذا الأمر يسبقه أمور كثيرة جدا. أولا لابد من استحضار النية في الأمر هذا، الدخول لرمضان. أذكر أحد أولياء الأسر يقول قبل رمضان أجمع أبنائي وبناتي وزوجتي ومن عندي في البيت على جلسة كذا خفيفة وشاهي فنبدأ أقول لهم أن يعني نحن الآن مقبلين على شهر فضيل وشهر القرآن وشهر المغفرة وشهر العتق من النار وشهر ماذا خططتم يا أبنائي لشهر رمضان؟ ما شاء الله ما شاء الله. وش تبي تسوي برمضان؟ يقول لأولاده. فتبدأ الزوجة ثم تبدأ البنية ويبدأ الولد الصغير قبل الكبير، فيعمق في نفوسهم خطة رمضانية ماذا سيفعل في رمضان. ممتاز. التخطيط لرمضان، حتى أنه يقول والله يعني بكيت لما تكلم ابن الصغير وقال رمضان يا أبوي أتمنى أن يدخل رمضان حتى أصوم رمضان وأصلي مع الناس في المساجد، ثم أرجو من الله في نهاية رمضان أن يغفر الله لي ويعتق رقبتي ورقبة والدي من النار. لما يخرج هذا الكلام من صغير، لا شك أن التربية والتأديب لها أثر. فلما يعني يتوافق رمضان مع الإجازة، لا شك أنه نعمة كبرى من الله عز وجل، مع استحضار النية واستشعار. لا بد أن يستشعر كل واحد أن هذا رمضان هو آخر رمضان في عمره. صح. فإذا استشعر هذا الشيء سيعمل، لأنك لا تعلم كيف تدرك. أضف إلى ذلك مع الإجازة والعمل وإعمال النفس بالطاعات في رمضان، ورد في الحديث أنه تصفد الشياطين، ففرصة عظيمة. أنت الآن في إجازة والجو مهيأ والروحانية مرتفعة والإيمان مرتفع والجو جميع يساعد على أداء أداء فينبغي أنك تعمل نفسك في مثل هذا الجو، وهي الإجازة. فرصة. ولا تنام الله المستعان. الراحة على الله المستعان. هو يعني الإنسان يخطط لمثل هذا، النوم والراحة والاستفادة من رمضان لا بد منها. أستاذ محمد بنجيك الآن بس بعدها الاتصال. أختنا بدرية من بقيق، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمعينا من الهاتف أخت بدرية. اكتمي. اي والله أقول الله يحفظك، لدينا سؤال. تفضل. المعذرة كان خارج الموضوع لأني اتصلت رأيت البرنامج قبل قليل وحبيت اتصل عليكم. الله يحفظكم. تفضل. سؤال الله يحفظكم، بما أن الشيخ قبل قليل ذكر الدعوة وطلب العلم، نعم. كيف يوفق الشخص بين مثلا المراجعة في الدروس، مثلا إذا كان يحضر وحفظ القرآن في نفس اللحظة، إذا كان مثلا تراكم عليه الدروس ما يراجعها، مع حفظ القرآن مثلا لفترة ما راجع القرآن، الطريقة المثلى الله يحفظك. الطريقة المثلى التوفيق بين المراجعة والحفظ. اي مراجعة والحفظ. ما طيب. العلم ان الشخص يعاني من الفتور مثلا والملل والتثبيط في اوقات المناسبات الى غير ذلك. طيب. ان شاء الله سنجيب اخت بدرية، وشكرا لاتصالك تواصلك معنا. شكرا. السلام عليكم اخي عبد الكريم. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة. خير اخوي عبد الكريم، حياك الله. الله يحييك يا بدي. الله يبقيك. سؤالك. الحمد لله، وش اخباركم؟ والله بخير اللهم لك الحمد. حبيت ابارك لك وبارك ضيوفك الكرام بالشهر الكريم. الله يكرمك يا ربي. يا شيخ عندي سؤال للشيخ ناصر لو تكرمت. اسلم. الشيخ ناصر، هل لديك منظومات في السوق منشدة؟ والسؤال الثاني، لو تكرمت تذكرنا موقف من تأثر الناس بقراءتك. ممتاز، ابشر ان شاء الله يصل للشيخ ناصر. الله يجزاكم خير. الله يكرمك اخي.
تبون نجاوب مشايخاتنا على الأسئلة ولا نبدأ؟ جيد. نبدأ بالأسئلة. جيد. طيب الشيخ ناصر له سؤالين، وفي سؤال عاد اللي بيجاوب عليه اللي هو السؤال الأخت بدرية: كيف يوفق الشخص بين المراجعة والحفظ في رمضان خاصة إذا كان يعاني من الفتور؟ هذا نقطة مهمة. أذكر أحد المشايخ الفضلاء في دكتور في جامعة الإمام، هو الشيخ عمر العيد، حضر عندي مرة بالمسجد في حفل ختامي، فكان يتكلم عن النقطة دي، وهذه حقيقة دراسة موجودة في السعودية، أن الأوائل في المملكة العربية السعودية غالبا ما يكون في حلقات تحفيظ القرآن. هذا دليل واضح أنه ما في أي تعارض بين قضية القرآن وغيره. المشكلة عندنا ممكن نقول حلقة كبيرة العرب وحلقة أصغر، يعني الخليج العربي ثم جزيرة العرب ثم نجد. ربما التنظيم عندنا هو السبب الوحيد في قضية الإنسان ما يستطيع الجمع بينها. لو نقول للأخت جزاها الله خير، وما شاء الله المرأة، وأنا هنا أثني ثناء عطرا على المرأة لأنها إذا بغت الشيء وصلت له. المرأة في بيتها تستطيع أن تنظم، تضع وقت للقرآن، ما نريد سوى نص ساعة أو ساعة إلا ربع فقط للقرآن، ثم كما يقال الدروس ما أبغاها نص ساعة ولا ساعة، أبغاها تجلس ساعتين أو 3 ساعات فقط، تضع للقرآن يعني نصف ساعة، أريد منها نصف وجه فقط تحفظه وتراجعه. ولو استمرت على ذلك كل يوم، بس بشرط أن ما تفرط فيه، أنا أضمن لها أنها ستكون أحسن الناس حفظا ومراجعة. بس الشيخ ناصر، قضية الإنسان يترك أحيانا المراجعة، في مراجعة تقصد الدروس العلمية؟ لا هي مراجعة القرآن، حفظها. إيه؟ ممتاز. هي تسأل عنها، أنا أقول لو تحدد لها نصف وجه، مثلا نقول نصف وجه حفظ ووجه مراجعة، يعني ناظر كم الآن إذا انتهى الأسبوع كم يعني الآن نصف وجه و7 أيام كم يطلع عندنا؟ 3 وجيه ونصف ولا لا؟ وإذا هي تراجع وجه في الأسبوع كم تراجع؟ 7. ثم انظر كم شهر، ثم انظر كم سنة وحسب. بس حنا مشكلتنا حقيقة لابد كما يقول نعيب زماننا والعيب فينا. أيضا يعني نقطة على ما ذكر الدكتور ناصر سريعة، لكن قد تكون الأخت هذه لوحدها والإنسان لوحده ما يستطيع أنه، وقد يصاب بالملل والسآمة والفتور. لكن لو بحثت الأخت هذه عن صيحبات لها يتعاون على حفظ كتاب الله وعلى المراجعة، ستجد من يعينها، وبذلك تتخطى مثل هذا الفتور والملل. وفي كثير من البرامج الآن، حتى يعني أذكر إحدى الأخوات قريبة تقول إذا صلينا الفجر بيني وبين بعض الأخوات موعد، فتتصل بي، أو أنا إذا كسلت هي أتصل بها، ثم ترفع السماعة وتسمع لي وجها وجهين، فتعاوننا بذلك، فقطعنا شوط كبير جدا ما شاء الله بالهاتف. وهذا ما يعيق. حتى دراسة يقول دراسة سعودية 70% من طلاب المدارس المتفوقين من طلاب حلقات تحفيظ القرآن. 70% من طلاب حلقات تحفيظ القرآن يقول هم المتفوقون دراسيا، وحنا نشوفهم أكيد الشيخ الطلاب. احنا نقول الأخت إن شاء الله ستكون من المتفوقات، لا بالدراسة ولا بالقرآن إن شاء الله بإذن الله. معنا اتصال، ما ودنا نقطعهم عاد يخلونا. وصايف من الرياض، تفضلي. الو تفضلي يا اخت وصايف. تفضلي يا اخت، نسمعك اخت وصايف، تفضلي. طيب زعلت. طيب ابو محمد من الزلفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل ابو محمد. جزاكم الله خير، والله يتقبل منا ومنكم المسلمين والمسلمات. آمين. بس إشارة بأقل من دقيقة، يعني تفضل. من أسرار الصيام العظيمة هي تنمية الإخلاص لوجه الله في قلب المؤمن، والآيات والأحاديث فيها على هذا كثيرة. آمل إلقاء الضوء على ذلك، كما قال الشاعر: من أخلص النيات كان لقوله وقع وكان لفعله تأثير. الله يجعلنا وإياكم من المقبولين المرحومين. آمين. الله يجزاك خير. شكركم محمد. شيخ إبراهيم في إضافة؟ والله إضافة على ما قال الدكتور ناصر، قال عبارة جميلة، قال: المرأة إذا أرادت شيء وصلت لك. كذا الشيخ قلتها وحاول كذا، حاول معنى هذا. أنا عندي أم عبد العزيز الزوجة، صلى الله أن يحفظ نساء. حقيقة بدأت في حفظ القرآن قريبا،
يمكن قبل سنة، يعني هذه تجربة عملية. نموذج ده. إيه نعم. طازج. نعم. إيه نعم. وختمت كتاب الله قبل أشهر. ما شاء الله. ولله الحمد. مع كثرة الأشغال وكثرة الأطفال ولله الحمد، ولا يوجد لدينا عاملة في المنزل ولا يوجد لدينا خادمة ولا. هذا نموذج حي ما شاء الله. نعم. فالحمد لله. وأيضا كان له دور كما ذكر الشيخ الزميلات. كانت إذا فترت جاء اتصال من أحد زميلاتها اللي معها في الدار، نعم، نشطت، قالت والله ما شاء الله وصلوا كذا، أنا لسه لا زلت. فالحمد لله ختمت وكانت غالية عندي، وبعد الحفظ زادت غلاء. ما شاء الله. أسأل الله أن يزيدكم توفيق. ما شاء الله. رومانسية طيبة والله الحلقة. شيخ ناصر، السائل معلش، السائل نظم بتعليق على الموضوع هذا. اسلم. عندي الوالدة الله يحفظها ويخليها، الله يخليها لك، على كبر سنها وما ما تقرأ بالمصحف، وإنما تسمع من الشريط. حفظت 7 أجزاء طبعا خلال يمكن 4 بالسماع. ما شاء الله. همة عالية يعني. كانت أول ما بدأت بالحفظ كانت اللسان صعب عليها شوي تقرأ. أكيد. والآن الحمد لله يعني هي الكلام على الهمة. الإنسان إذا أراد شيء وصل إليه. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. شيخ ناصر، سأل السائل المنظومة في السوق قريبا. ولله الحمد هناك منظومات ذهبت ومنظومات قادمة. ما شاء الله. هناك قصيدة في السيرة النبوية هي التي ألقيتها وكان في زمن الصغر. طبعا أنا ألقي الآن أحيانا القراءة يسمونها قراءة النجدية وكذا. قصيدة السيرة النبوية ولعله استبق الحدث. قصيدة السيرة النبوية كتبتها في أولى متوسط وما انتهت إلا يمكن بثاني ثانوي، وألقيتها كانت من 200 بيت. طيب موجودة شيخنا ملحنة؟ لا ألحن. المخرج خليه يعطيني اياه بلحن. لحن عاد. لا هذا في زمن الصغر. لا وفي طلب من السائل قال يبي قراءة من الشيخ يعني. هذه ان شاء الله بنجي. لكن باقي الآن باقي معنا فيه ولله الحمد قصائد منشدة. قصيدة لي في شريطي اعتذار أنشدها أبو عبد الملك، وقصيدة لي أيضا في شريط أشواق عن الجنة وأنشدها أبو عبد الملك، وقصيدة لي أيضا يا أملي وأنشدها الأخ نسيته حقيقة في نفس الشريط أيضا، وصاحب صوت ندي جميل أيضا في شريط يا أملي، وكانت ب 50 بيت. وأشواق أذكر أبو عبد الملك زعل، قالوا وين أول مرة أنشد قصيدة 50 بيت، فبلش فيها وأنشدها ولله الحمد. وهذه القصائد المنشدة. هناك قصيدة بإذن الله عز وجل سترى النور قريبا، وأنا أعرضها الحين على مشايخ كبار، مشايخ اللغة ومشايخ العلم من كبار العلماء إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. قصيدة من 290 بيت في التوحيد والعقيدة، وستكون على نظم: بسم الذي من فضله أعطاني وكسى علي العلم ثم